السلام عليكم. النهاردة هكلمكم عن فندق هواي ريفيرا الغردقة. هكلمكم عن المميزات والعيوب بتاعته، هكلمكم عن كل حاجة فيه. اول حاجة خالص ده كده الفيو بتاعه. معظم الاوض هناك الفيو بتاعها على البسين زي ما احنا شايفين. هناك بتكون 5 ادوار زي ما احنا شايفين كده، وكل الفيو بيكون على البسين. وهناك ما شاء الله في بسينات كتير جدا، في بتاع 4 5 كده اكوا بارك للاطفال، وفي 2 اكوا بارك كبار. لينا احنا الكبار يعني فيهم كل انواع الزحاليق يعني. وهنا كده في زي ريسبشن كده زي ما احنا شايفين زي ما بوريكم. وعلى اليمين دوت المطعم يعني ليا بس انتقاد فيه، اللي هناك الاكل مش حلو. يعني لو رايحين عشان تاكلوا كل هدفكم الاكل، لا هناك الاكل يعني مش حلو خالص. اديله 3/10. يعني هناك في انواع كتير منزلينها في الاكل، وفي اصناف كتير، والحاجه كل ما بتخلص بيحطوا مكانها، بس الاكل اصلا طعمه وحش. يعني مفيش مثلا غير حلويات شرقي بس هي اللي طعمها حلو. طبعا الفاكهه عشان هي اساسي، الفطور عشان اساسيات، لكن الغدا وكده مش حلو. هنا كنت بوريكم بقى شويه صور كده من البحر. هناك البحر كبير جدا وجميل، وما شاء الله من كتر ما حجم الفندق كبير انتوا مش بتحسوا بالزحمه. يعني كل الاماكن فاضيه كده زي ما انتوا شايفين. فدوت فيه شاطئ، بس الشاطئ اللي هناك مش رملي، هو صخري. ويعني زي ما احنا شايفين كده في برضه يعني حاجات خضرا كتير جدا. بس تخلي بالكم عشان هناك في صبار في وسط الزرع، فمحدش يروح في الزرع عشان احنا مخدناش بالنا ولسه بنسند كده، جه في ايدينا شوك من الصبار، فقلت اقول لكم عليه. لكن هناك الشاطئ جميل جدا، ولو عايزين تنزلوه ممكن تنزلوه، بس هاتوا الشوز بتاع البحر، لان زي ما قلت لكم هو صخري مش رملي. وبعدين كل ما تمشوا يعني المية اصلا مش هتوصل لركبتكم، ممكن تمشوا كتير جدا والمية مش واصله لركبتكم. هو دوت ممشى كده تقدروا تتمشوا عليه. وبالليل بيكون في حفلة زي ما انتوا شايفين كده، بيكون في تنورة، وبيكون في رقص شرقي، وبيكون في حفلة كده للأطفال، بيعملوا مسابقات وحاجات. كل يوم بيكون في نفس الشوهات دي. بس كان عندي تعقيب على الأكل، بس أكمل لكم اللي هو الفطار والغدا والعشاء في كل رحلة نفس الأكل. يعني ال3 أيام أو ال4 أيام اللي انتوا حاجزينها نفس الأصناف، مش بيغيروها. وبالنسبة لو انتوا عايزين السعر بتاع الفندق ده، بنصحكم ان انتوا تطلعوا مع الشركة، لان الشركة بتكون عاملة يعني وفر كبير جدا. احنا كنا طالعين 4 أيام 3 ليالي، كان الفرد ب3 300. وكمان لو معاكم اطفال ممكن تحجزوا لهم يعني كرسي في الباص زياده، بيكون الكرسي عامل 400 جنيه. انا بكلمكم الرحله دي اللي هي طالعه من اسكندريه، وبيكون الطريق طبعا طويل عشان ده في الغردقه. فلو انت طالعه من اسكندريه بيكون الطريق طويل جدا، بس هما كل ساعتين بيدوكي ريست. بتنزلي بقى ريست يا اما في بنزينه كبيره، يا اما في الريست اللي هو مكان الريست ذات نفسه. ده كده بالنسبة للمواصلات. وبالنسبة للسعر، الفندق حلو قوي اللي انتوا مش هتمشوا كتير. لو انتوا بتزهقوا من المشي، يعني مثلا ما تبقوش قاعدين هنا في البسين وعقبال ما تروحوا لحد البحر تمشوا مشوار، لا خالص. ده انتوا كل خطوتين بتلاقوا بسين، كل خطوتين تلاقوا الاكوا بارك، خطوتين كمان تلاقوا مش عارف بسين للاطفال. فاهمين قصدي؟ وهناك البسينات مكتوب عليها على كل بسين يعني كام سنتي. وبيكون الامن الصراحه كويس جدا، واقفين ممنوع حد ينط، ممنوع حد يغطس. ما ينفعش مثلا حد يسيب طفل كده في الاكوا بارك غير لما يكون والده معاه. ما ينفعش. يعني هناك الصراحه الامن كويس جدا جدا، وبيخلي بالهم دايما من الاطفال، يعني اللي هو ايه لو حد نط او حاجه لا يخلي بالهم عليه. بالنسبه للنظام هناك بيكون فطار وغدا وعشاء، وبيكون في مشروبات على البسين طول اليوم. بيكون عبارة عن تانك، وعبارة عن حاجة ساقعة، بيبس وكولا يعني وسيفن وحاجات كده. وبيكون كمان في سناكس بيكون ميعاده من 3 ل5. ده بيكون عبارة عن برجر وبطاطس محمرة. دي الصراحة بقى كانت أحلى حاجة، تروحوا تاخدوها كده بتكون البطاطس أصلا لسه مقلية، بتاكلوها وتقعدوا على البسين. ده أحلى حاجة الصراحة، هي دي في الفسحة. المهم ارجع اقول لكم تاني، فندق جميل الصراحة، بس هو الاكل بس اللي مش حلو للامانة. بس فندق جميل. بالليل بيكون القعدة فيه برضه جميلة جدا على البحر او على البسين. لو عايزين تحضروا حفلة. وكمان هو فندق متقسم لفندقين، يعني كان فيه تقريبا فندق قديم وعملوا جنبه فندق جديد. بس بيدوكوا زي اسوره كده بتلبسيها، ممكن تتنقلي بيها من كذا فندق. هو هواي ده اصلا ليه بتاع 7 فنادق مثلا. في فندق ابليت ممكن تطلعي تعدي السكه وتخشي فيه تقضي فيه يوم عادي. في فندقين زي ما قلت لكم مفتوحين على بعضيهم، تتمشي في اي فندق. بس الاكل ما ينفعش تاكلي في فندق غير اللي انتي لابسه الاسوره بتاعته. يعني هواي ريفيرا ده الاسوره بتاعته لونها اورنج. اللي جنبه مش عارفه كان اسمه هواي بارادايس تقريبا حاجه كده، مش فاكره اسمه بالظبط. المهم يعني كانوا لابسين اسوره زرقاء، فما ينفعش ان انت تروحي تاكلي في مطعمهم.
و بالنسبة للحجرة، الحجرة كويسة جدا لو انت حاجزة حجرة يعني فردين واطفال، بيدوكي سرير كبير وسرير صغير، والحجرة جميلة لو عايز اي حد يعني الصبح بييجوا ينضفوها، بس انا مكنتش بخلي حد يعني يدخل ينضف. كنت اقول لهم يعني، بس كل يوم بيدونا المية المعدنية بتاعتنا، وبيحطوا لكم نسكافيه وحاجات، نسكافيه وشاي وسكر، وكل يوم 3 ازايز مية معدنية صغيرين. والاوضه بتبقى واسعه جميله، وفيها بلكونه تقدري اللي انت تقعدي فيها بالليل وتشوفي الفيو الرائع دوت. كان هناك برضك العيب التاني عايزه اتكلم فيه. اول عيب كان الاكل، تاني عيب الاسانسير. الاسانسير هناك ما كانش احسن حاجه، يعني ساعات كان بيعلق، يعني احنا مثلا كنا قاعدين في الدور الرابع، فساعات كنا بننزل على رجلينا، فهناك الاسانسير مش مهتمين بيه. لكن بالنسبه للفندق الصراحه تحفه، مفيش ناموس مفيش دبان. خلي بالكم عشان في فنادق بيكون فيها زي بحيره صناعيه كده، دي طبعا حلوه قوي للتصوير وكده، بس بتملي الدنيا ناموس، فانا ما انصحكوش تروحوا بحاجه فيها بحيره صناعيه. ده ما كانش فيه بحيره صناعيه ولا حاجه. كان حتى في الريسبشن، كان في الريسبشن دايما في حد يعني من الامن بيبقى ماسك المضرب اللي هو الكهربائي ده، حتى ما يكونش فيها ولا دبانه ولا اي حاجه. الفندق كبير جدا، اللي انت ما تحسيش يعني هو كبير، وفي نفس الوقت ما تحسيش بملل وانت ماشيه، ما تحسيش ان انت تعبتي. لا، زي ما قلت لكم كل حته بتطلع على حته، فاهمين قصدي؟ الاكوا بارك هناك تحفه جدا جدا، وبرضك الامن كويس قوي، بيكون في امن واقف تحت مثلا يعني يحرك الناس بسرعه اول ما تتزحلق، عشان مفيش حد يتزحلق فوقيها يخبطها. والامن فوق برضو مش بينزل اي حد من على الزحليقه غير لما يكون يعني زميله اللي تحت صفر له كده، عشان محدش يخبط في حد. الصراحة كانت تجربتي في الفندق ممتازة، بس هي نقطتين: الأكل والأسانسير. كنت عايزة أكلمكم إيه تاني على الفندق ده. طبعا مش هتلاقوا وقت إن انتوا تصوروا، يعني أنا حاولت أصور لكم شوية في الفندق، بس من كتر ما أنت مستمتعة فأنت مش لاقية أصلا وقت تمسكي موبايلك وتصوري، فاهمين قصدي؟ بالنسبة للناس اللي فيه هتلاقوا نسبة الأجانب قليلة شوية، ومعظمهم مصريين. والموظفين هناك كمان تحسوا انهم مصريين. بصوا تحس ان انتوا مثلا ما سافرتوش، يعني اول ما يعني ما اول ما توصلوا ما تقولوش هي ضربنا مشوار للغردقه، لا هتلاقيهم كلهم مصريين زينا، تحسي ان انت قاعده كده مع اهلك، فاهمين او فاهمين قصدي؟ مش شغل بقى جانب وكده، لا يعني في نسبه، بس نسبه صغيره زي ما قلت لكم. كنت عايزه اقول لكم بقى، اول ما بتروحوا بتحطوا الشنط بتاعتكم، بتروحوا تعملوا تشيك ان. بعد كده بتروح تتغدوا، يعني مثلا احنا وصلنا الساعه 11 الصبح، بتحطي شنطك لان ميعاد تسليم الاوض بيكون الساعه 2. من مسافه ما توصلي لحد ما الساعه 2 ممكن تروحوا بقى تتغدوا. بيدوكوا اول ما بتوصلوا الاسوره اللي هي بتلبسوها دي، فبنروح نتغدى. اتغدينا الساعه 1 في المطعم. بعد ما خلصنا الغدا كانت الشنط الصراحه في الاوضه، وكنا اتسكننا. بتتسكني الساعه 2 الظهر، وانتي ماشيه بتسلمي الاوضه من 10 ونص لحد الساعه 12، مش بعد الساعه 12. دوت كده بالنسبة للتسكين، الصراحة مش ممل ولا أي حاجة. كان الموضوع الصراحة سريع يعني وسلس. والشركة اللي كنا فيها برضك يعني قعدونا مثلا نص ساعة عقبال ما جولنا بالأتوبيس، برضك كانت شركة محترمة قوي. اللي عايزين يعني أقول لهم على اسم الشركة وكده اكتبوا لي في الكومنتات واكتبها لكم. كانوا مجمعين عند نادي الاتحاد اللي في اسكندرية. كنا مسافرين 11 بالليل. وبرضك لما جينا يعني برضو جينا على الساعة 2 بالليل برضو في نفس المكان. الصراحه كانت شركه كويسه والناس محترمه، والفندق الصراحه جميل. وسعره كمان في يعني سعره كويس، فاهمين؟ في اسعار اكتر من كده بكتير، بس دوت بالنسبه للبولات اللي فيه، وبالنسبه للاكوا بارك، وبالنسبه للبحر، وبالنسبه لكل الحاجات ديت. فانا شايفه الصراحه سعره ممتاز جدا جدا بالنسبه له. وبس كده.